من عشاق العطور وبتركز قوي على الريحة الحلوة والريحة النقية. يعني مالكش قوي في الثبات والفوحان والسياج، ولو ان دي غريبة شوية يعني. هعرفكم النهاردة على عطور تجنن، ولكن الأداء متوسط وتحت المتوسط للأسف. حديث العالم الثائر من دمارلي، ناتي كريمي فانيلا عنبري، جميل جمال، تحفة عطرية. لكن انت ليه مش بتفوح خالص؟ نحلف عليك تفوح. طب الثبات اخرك ساعة. ناري يا ناري من جمالك. باي ذا fireplace. عطر سموكي فانيلا، وودي سموكي فانيلا. المفروض المكونات العطرية اللي فيه او الانجريدينتس عموما تعمل توليفة عطرية قوية ثابتة، ان هو وودي وسموكي. ولكن للأسف العطر يعني تبخه بعد نص ساعة او ربع ساعة، هو مش موجود. مزعلني قوي، بس بموت فيه، بعشقه. لما بشم ريحته برتاح نفسيا. الغنية عن التعريف، جيرلان من أقدم وأرقى دور العطور في العالم على فكرة. ومعانا عطر هنا سبيرتوس، I'm not sure بالفرنش صح ولا لا، سبيرتوس دبل فاني. العطر جميل قوي، فانيلا، وودي سانس، مسك، عنبر. ولكن الثبات والفوحان تحت المتوسط. يعني ممكن نقول اللونجيفيتي ممكن اديله مثلا 7/10. فوحان مفيش اصلا، يعني 6/10 وبالعافية. مزعلانة قوي يا جيرلان، مع ان يعني اسعار المنتجات بتاعت جيرلان والبرودكتس بتاعتها العطرية غالية جدا. طب ما تهتموا بقى بالاداء. داما بيانكا، بحس ان العطر ده عدوى، يعني هو كل حد بيحب العطور الفانيلا او السويت او الجورمند لازم يكون في مكتبته العطرية. سبحان الله، يعني بيغرد خارج السرب. مع ان دار زي جاف او كذا مراتي عطورهم فيها اداء قوي، فوحان وثبات معظم، زي ليرا، زي لاتوسكا، زي ايتاليكا. لكن ده غرد فعلا خارج السرب، ضعيف جدا، very weak performance. عطر سيلكي وودز فانيلا، سويت فانيلا، ولكن الاداء نقول متوسط. ما بيتحطش لوحده ابدا، لازم يتمكس مع عطر تاني اقوى منه من نفس العصب والدي ان اي. فيقول كيالي فانيلا 28. وعلى فكرة اي مسجد واي ايميلد الشركة دي ومنى قطان شخصيا، وبترجاهم والله يا رب صوتي يوصل يا جماعة. البرفورمانس الدار دي جميلة جمال في الانتاج العطري، وان كان بيستخدموا سينثيتك طبعا انجريدينتس مفيش مشكلة، بس بحرفية بصراحة. العطور ضعيفة الاداء جدا، لا ثبات ولا فوحان. يعني كل ما منتج او اصدار يطلع اخرهم يامي بوجي جميل قوي، ايس كريم فانيلا تحفة، ولكن برضو اداء ضعيف. مزعلين قوي صراحه، يعني مش مركزين خالص في الاداء، ومركزين ان هم كل شويه ينتجوا فلانكرز جديده. طب نركز كده في شكاوى والكومن كومبلينتس بتاعت العملاء والبايرز اللي زينا او الكولكتورز، ونظرا للاداء يا جماعه، خاصه العطور بتاعتهم مش رخيصه يعني. انت بقى عمري ما ازعل منك، اعمل اللي انت عايزه، تفوح ما تفوحش، تثبت ما تثبتش، بس انت جميل جمال. من العطور الفيري انتيميت سنس، من العطور المهدئة للأعصاب. ما بنتظرش منه والله لا لونجيفيتي ولا أي يعني سياج ولا برودكشن ولا فوحان. أنا يعني أنا بالنسبة لي ده عطر النوم، جميل قوي. برضو الأداء متوسط وتحت المتوسط، يعني مفيش حاجة من اللي أنا عرضتهم دول خالص فوق المتوسط صراحة. لكن انت اعمل اللي انت عايزه، بحبك برضو. أمواج لاف ديلايت، وقلما ما يكون ليا تعليق على دار أمواج. العطر ده جميل جمال، يعني أكيد اللي جربه عارف إن هو كسنت اكسلنت. الأداء بتاعه برضو غرد خارج السرب. دار أمواج معروفة بالأداء الاحترافي، وبيستخدموا مكونات عطرية فعلا يعني ناتشرال. لاف ديلايت ريحة السينامون والزنجبيل والتونكا والفانيلا، ولكن أداؤه يعني الثبات لا يتعدى الساعة، الفوحان نص ساعة. العطور الأقلية بالنسبة لي حبا من دار مونتال، لأن مونتال بالنسبة لي يعني شوية بتصدعني، سينثيتك قوي في مكوناتها. بس فاني ابسولو من العطور بصراحة الجميلة جدا. وانا قلت في الفيديو هعرض عليكم عطور غاية في الجمال، ولكن الاداء ما تبصش عليه. جربت كل عطور الفانيليا في الدار دي، اجمل واحد ادبل كده وجورمند ومتزن فاني ابسوليو. ابسوليو احنا بنقولها بالانجلش ابسوليوت يعني. حله انه يتمكس مع عطور تانية.